المدن والمناطق الساحلية وتعطيل المدارس في عدد من المحافظات. وحول استعدادات أجهزة الحكم المحلي لمثل هذه الظروف يدور الحوار في هذه الفقرة مع ضيفي الأستاذ صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق. أرحب بحضرتك أستاذ صبري. يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. في البداية أستاذ صبري، كيف ترى استعدادات المحافظات هذا العام للسيول بعد الأزمات التي تعرضت لها الدولة خلال الفترة الماضية أو خلال الأعوام الماضية تحديدا؟ طيب هو بس عايزين نتفق الأول إنه فصل الشتاء لم يبدأ طويلا، يعني لسه إحنا في بدايات الشتاء، والأمطار التي سقطت خلال الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع هي البدايات. إحنا عندنا محافظات تشتهر بأنها بتستقبل كميات ضخمة جدا من مياه الأمطار، زي شمال وجنوب سيناء، زي الوادي الجديد، زي مرسى مطروح وسيوة وكل المدن التابعة لها زي السلوم ومرسى مطروح وسيوة بيعتبروا انه المطر شيء رائع جدا ومبشر جدا، وبيبقوا سعداء جدا بهذا المطر اللي بيرووا بيه أراضيهم، خاصة في زراعة الشعير اللي هو القمح يعني. لكن كل سنة لابد أن تتخذ الحكومة عدد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لاستقبال المطر، منها مثلا تنظيف مخرات السيول في المحافظات اللي فيها احتمال سيول، منها أنه الطرق الرئيسية ما بين المحافظات تكون دائما مستعدة لمواجهة الأمطار وكسحها أول بأول. شفنا في رأس غارب وشفنا في القصير الأمطار أغلقت الطريق على طول الطريق في البحر الأحمر، وخدت أيام طويلة عشان تعود حركة المرور إلى طبيعتها. ده بيؤدي إلى أنه المواطنين بيتجشموا عناء الأمطار، وعلى الإدارات المحلية إنها تكون دايما جاهزة ومستعدة. اسمح لي حضرتك، الحكومة أنفقت مئات الملايين لإنشاء مخرات للسيول لحماية الطرق. لماذا لا تستوعب تلك المخرات كميات المياه والأمطار التي تخرج وتقطع الطرق؟ يمكن لسه حضرتك قايل هذا الكلام، وتشل تماما حركة المرور. لا، هو مخرات السيول معروف اتجاهات السيل، وبالتالي معروف احنا محتاجين كم مخر. هي القضية مش كده، القضية قضية انه بعض الاهالي بيبنوا بيوت او بيستغلوا اماكن جنب مخرات السيول. نمرة 2 انه المخرات دي عبارة عن منازل من المرتفعات والجبال، وبالتالي بينهمر معاها كمية من الطين لما بتنشف، بتخلي المخرات مش على كفاءة كاملة. وكان يجب أو المفروض أن يتم تنظيف مخرات السيول قبل موسم الأمطار، لكن احنا للأسف الشديد. أستاذ صبري معلش، حضرتك قلت في الأول إن هي غلطة الأهالي إن هي بتبني جنب البيوت، يعني هي ممكن أحمل الأهالي جزء من المشاكل اللي بتحصل بعد سقوط الأمطار؟ هي الخطأ مزدوج، بعض الأهالي بتصرفوا كده، وبعض القيادات في الإدارات المحلية ما بتاخدش الأمور بالجدية الكاملة إلا في اللحظات الأخيرة، وبالتالي بنشوف المطر وكأننا نفاجأ كل مرة بأن هناك موسم أمطار، رغم أن احنا عارفين ميعاده وعارفين أن احنا فصل الشتاء. وعلى الإدارات المحلية في المحافظات وعلى المحافظين أن يتحركوا دون انتظار تعليمات من الحكومة المركزية في القاهرة. طيب أستاذ صبري، يعني سؤال يمكن بيتردد للأذهان كتير قوي. أنا ممكن يعني أتقبل إن منطقة تم بنائها من فترة بتغرق بسبب الأمطار، إنما المناطق الجديدة أنا لما باجي أخطط منطقة جديدة مين الجهة المسؤولة؟ لازم احنا شفنا في القاهرة الجديدة العام قبل الماضي مشكلة انه الامطار ايضا نزلت بكثافة، وكان في مشكلة عند سكان القاهرة الجديدة. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي لابد ان نخطط
في اتجاهات السيل وفي اتجاهات الريح عشان نعرف واتجاهات الأمطار، ودي كلها علميا مرصودة ومعروفة عشان نعرف كيف نبني وأين نبني وكيف نبتعد عن مخرات السيول أو عن مناطق السيل أو عن مناطق الأمطار الكثيفة. مش بالضرورة يكون سيل، لكن ممكن يكون مطر كثيف، فهذا المطر الكثيف يؤدي إلى تعويق حركة المرور وحركة السكان، وبالتالي علينا أن نأخذ حذرنا ونحن بنخطط للمدن الجديدة وبنخطط لشوارعنا وبنخطط للقرى حتى، لأن القرى أيضا تعاني. هو تخطيط الطرق ذاتها يا أستاذ صبري، هل بيحتاج إن أنا أضع في الاعتبار فصل الشتاء، الأمطار اللي هتنزل، كمية الأمطار، يعني تخطيط الشارع نفسه بغض النظر عن المدن، الشوارع ما بين المدن لأنها بتغرق هي كمان، هل ليها علاقة بمخرات السيل ولا ليها علاقة بالصرف الصحي، بنية تحتية، بالبلوعات اللي المفترض تكون موجودة في الشوارع؟ طبعا البنية التحتية أولا، زمان كان عندنا شوارع فيها ميل من الجانبي الطريق، على جانبي الطريق فيها ما يسمى بالبالوعة. البلوعات دي كانت بتصمم بطريقة بحيث أنه المطر ينزل على جانبي الطريق ولا يقف في منتصف الطريق أو يعوق حركة السيارات والمشاة. الآن نحن العلم رغم تقدم العلم نحن محتاجين إلى مزيد من الإتقان في تصميم الطرق ومزيد من الإتقان في تنفيذ الطرق. احنا لدينا بنية تحتية رائعة جدا وحديثة جدا، لكن علينا أن نضبط في تصميماتنا الأمطار التي تهبط وتوقعاتها وكمياتها ومواسير الصرف اللي تحت الأرض، بحيث أنها تستوعب أي كميات للأمطار، لأنه إذا لم تستوعب سوف تطفح المياه في الشوارع، وبالتالي هنعاني كلنا من تكدس الشوارع بالمياه وتوقف حركة الحياة ما بين مدينة وأخرى وقرية وأخرى. احنا كمان محتاجين البنى التحتية في القرى أن تكون مواكبة للزيادة السكانية ومواكبة لكمية الصرف الصحي في هذه القرى، عشان ما يبقاش عندنا نوع من طفح المجاري أو طفح غرق المنازل. المواطنين اللي بتغرق منازلهم او بيكونوا ساكنين في ادوار ارضيه، وبنشوف الفيديوهات اللي بتبقى موجوده منتشره على السوشيال ميديا، الشقه بالكامل او الوحده السكنيه بالكامل بتغرق، الاساس بيكون بسيط جدا. هل الدوله بتقوم بتعويض المواطن في هذه الحالات ولا المواطن بيتكفل بذاته؟ يعني هي الدوله بتسارع، لا قدر الله لما بيحصل ده بتسارع في وقف المياه وكسحها وإعادة الحياة كما كانت عليه قبل سقوط الأمطار. لكن على المواطن أيضا اللي على فكرة في بعض المواطنين بيبنوا بناية مخالفة تؤدي إلى أن المية تدخل عندهم، يعني يعمل بدروم بينما التصريح في الرخصة لا يحتاج بدروم أو مش حاصل على بدروم. لما يغير طبيعة المنشأ السكني اللي هو فيه عليه أن يتحمل تبعات هذا التغير يعني. لكن مش كل حاجة هنرميها على الدولة ومش كل حاجة هنرميها على المواطن. علينا التزام بالقانون في تنفيذ ترخيص المباني اللي أنا حصلت عليه كمواطن، وساعتها مش هتدخل عندي مية في البدروم او ميه في الادوار الارضيه. عموما ده هيكون السنوات القادمه، لانه القوانين تغيرت في قوانين البناء، وطبعا بعد الفتره الكبيره اللي كان فيها مخالفات البناء ودفع كمان فواتير المخالفات، فاعتقد انه ده هيتوقف تماما. طيب دكتور استاذ صبري، تقييمك لتجربه محافظ الاسكندريه في التعامل مع مياه الامطار الاخيره؟ احنا عندنا في مشكله في اسكندريه، مشكله انا بقول ان اسكندريه مقبره المحافظين اللي للأسف تم تغيير أكثر من محافظ من جراء سقوط الأمطار الشديدة في الإسكندرية. أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا كان ممكن نعمل أماكن لتجمع الأمطار ونستفيد بيها في اسكندرية بالذات. عندنا محتاجين مطر، المية دي نستخدمها في
الزراعة أو في ري الحدائق العامة بدل ما نصرفها في البحر. لكن أيضا محتاجين، كان في مليار جنيه خصصهم الرئيس لإقامة محطة أو محطات للصرف. أعتقد أنه محتاجين مبالغ أكبر، محتاجين شغل أكتر على الأرض، محتاجين نستعد زي ما قلت لحضرتك لموسم المطر قبل أن يبدأ الموسم، ونتأكد ما نقولش كله تمام. يعني الموظف الذي يمر على بلوعة أو 2 أو 10 في شارع ويقول كله تمام، لابد أن يراجع هذا التمام، لأنه عندما نثق في موظف يكذب أو في موظف متكاسل بتبقى النتيجة ما حدث في الإسكندرية. وعايز أقول لحضرتك إنه ما حدث في الإسكندرية شهد نوع من الجدية في التعامل مع الأزمة، لكن بعد حدوث الأزمة تم المحافظ كان واقف لغاية 3 و4 الصبح على ايدين الناس بيشتغل وبيكسحوا المياه، لكن المواطن أدير. طبعا المواطن أدير. في اسكندرية تعطلت الحياة، تعطلت ولو ساعات، لكن علينا أن دائما نتعاون من أجل أن تسير الحياة بشكل أفضل لكل المواطنين. أخيرا يا أستاذ صبري، في جملة واحدة، اللي بيستلم الطرق، مين الجهة اللي بتستلم الطرق بعد ما بتنتهي وبتشوف مطابقتها للمواصفات؟ وهل هي قادرة ان هي يعني وقت السيول او وقت الامطار ما يكونش فيه تكدس في المرور؟ مين الجهة اللي بتستلم الطرق دي وتقول تمام الطرق دي مطابقة؟ المفروض ان انا وانا بعمل مشروعات للصرف الصحي تبقى على أسس علمية، وأن تكون هناك جهة هندسية محترمة تستلم هذه المشروعات استلاما هندسيا وتبدي ملاحظاتها، ولا يتم تشغيلها إلا بعد التأكد تماما من صلاحية المشروعات الجديدة للتشغيل. ما ينفعش إن احنا نتهم الإدارة المحلية بالفساد ثم نوكل إليها مهمة استلام والموافقة على استلام المشروعات الجديدة. ما ينفعش اللي بيعمل المشكلة هو اللي نخليه يحلها، لازم جهات محايدة. ومن هنا كان اتجاه الحكومة الحالية إلى الجامعات وإلى كليات الهندسة في الجامعات عشان تشرف على منظومة إصدار التراخيص واستلام المشروعات. وأيضا هذا هو الدور اللي بتقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تشرف على المشروعات الجديدة وتقوم باستلامها وفقا للمعايير والمواصفات الهندسية الصحيحة وتسلمها للقطاع المدني. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، شكرا جزيلا للمشاركة. أنا اللي بشكر حضرتك، كتر خيرك يا فندم.